مش لازم تقولي إنك تعبانة علشان تتفهم. أحيانا الوجع بيحكي عن نفسه من غير صوت، من نظرة حزن، من تنهيدة تقيلة، من ضحكة متصنعة مش في مكانها. اللي حواليك ممكن يفتكروا إنك بخير، لكن جواكي زحمة، أسئلة تايهة ومشاعر مش مفهومة حتى ليكي. بتسألي نفسك كل يوم وكل مرة: ليه لما أحاول أقوم الدنيا بتشدني لتحت؟ ليه كل ما أتمسك بنفسي أحس إني بتكسر أكتر؟ الحقيقة أنت مش ضعيفة، أنت تعبتي من محاولاتك تكوني النسخة المثالية في كل حاجة: القوية، الذكية، الحكيمة، الحنونة، المنتظمة، المتزنة. وفي لحظة ضعف واحدة بتجلدي نفسك كأنك فشلتي في كل الأدوار، وده مش حقيقي. خدي بالك، مفيش حد طلب منك تكوني سوبر، حتى ربنا ما طلبش منك الكمال. هو بيطلب منك صدقك، صدقك مع نفسك وصدقك معاه. افتكر دايما انت مش نسخة مكررة من حد، انت روحك، خلقت بنفخة من روح ربنا. لكن بصمتك وطريقتك واسلوبك وروحك وشغفك واحلامك وطموحاتك وحاجات كتير تانية جميلة. عادي لما تتعبي، عادي لما تبكي، وعادي توقفي الدنيا وتراجعي كل شيء حواليكي. ده مش ضعف، ده وعي. اللي ما ينفعش بقى انك تضيعي نفسك وانت بترضي الكل، او تسكتي صوت ضميرك اللي بينادي عليكي ترجعي له. اسألي نفسك قبل ما تغمضي عينك كل يوم: هل انا لسه على صدى بروحي؟ هل المسافة بيني وبين ربنا كبرت ولا صغرت؟ كل يوم جديد هو فرصة من ربنا ليكي، فاغتنميها. بداية أمل، رجوع وأثر طيب هنسيبه في الدنيا، وبصمة جميلة تشبه روحنا هنسيبها على الأرض. علشان كده ما تسمحيش للضغوط تمحي حياتك، واعرفي إن السلام هيبدأ من جواكي وهينور كل حاجة حواليكي. وتأكدي إنك جميلة بروحك وعقلك، ببساطة قلبك، وافتكري إن النهاردة مش مجرد لحظة، النهاردة ممكن يكون بداية رجوعك لنفسك. مستنية إيه؟ ربنا يوفقك. سلام.